السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلابنا حبايبنا أبطال الصف الثاني الثانوي، ازيكم عاملين ايه؟ النهاردة إن شاء الله ميعادنا مع حل الاختبار الثالث في المراجعة. حلينا الاختبار الأول، حلينا الاختبار الثاني، ركز فيهم، ركز في تكاتهم. يلا بينا على الاختبار الثالث، كوباية القهوة بتاعتك ويلا بينا. شباب، أول سؤال بيقول لي ارتبط الرسول صلى الله عليه وسلم بيثرب قبل الهجرة بروابط ايه؟ ما تروحش على الاختيارات، اهدى. قبل ما الرسول يهاجر ليثرب، هل الرسول مهد الدنيا هناك؟ طبعا. الرسول عمل معاهم حاجة اسمها بيعة العقبة الأولى. الرسول عمل معاهم حاجة تانية اسمها بيعة العقبة التانية. الرسول كان بيستنى في موسم الحج لحد اما جاء ناس من اهل يثرب امنوا بالرسول، عمل معاهم بيعة، عمل معاهم بيعتين، بعت معاهم واحد اسمه مصعب بن عمير يعلمهم امور الدين. يبقى هنا يا شباب الرسول صلى الله عليه وسلم عمل روابط دينية بينه وبين يثرب قبل ما يروح، سواء في بيعة العقبة الأولى أو بيعة العقبة الثانية. وكمعلومة إضافية إنه بعت واحد اسمه مصعب ابن عمير ليثرب ليعلم الناس أمور دينهم. هتبقى الإجابة روابط دينية. السؤال الثاني شباب، تشابهت معاهدة اليهود مع العرب قبل الهجرة مع دستور المدينة الذي أقره النبي بيثرب في تحقيق مبدأ إيه؟ افهم السؤال ده كويس. بيقول إن اليهود قبل هجرة النبي عملوا معاهدة مع العرب. فاكرين لما اليهود كانوا قاعدين في يثرب وهجروا العرب من الجنوب بعد انهيار السد؟ فاليهود عملوا معاهم معاهدة، ونفس المعاهدة دي حصلت بين اليهود والمسلمين في حاجة اسمها دستور المدينة. طب يا شباب، هو ايه كان الفايدة من المعاهدة دي والمعاهدة دي؟ المعاهدتين كان هدفهم ينظموا العلاقة بين الطرفين. الأولى كانت هدفها تنظم العلاقة بين اليهود والعرب، التانية هدفها تنظم العلاقة بين المسلمين واليهود. كل واحد له حقوق، كل واحد عليه واجبات، وطول ما اتكلمنا في حقوق وواجبات شاطر تبقى ايه؟ مواطنة. يبقى الاتنين يا شباب بيحققوا مبدأ الايه؟ المواطنة. ان ده ليه حقوق وعليه واجبات، وده ليه حقوق وعليه واجبات، والمعاهدة هي اللي هتنظم بينا كده. السؤال الثالث شباب، حرص اليهود أثناء تواجدهم في يثرب. اليهود وهم موجودين في يثرب لحد ما تم إجلائهم يعني خلاص اللي هم طردوهم خالص من يثرب، على الحفاظ على مكانتهم. ايه أكتر حاجة اليهود كانوا خايفين عليها وعايزين يحافظوا عليها؟ مكانتهم الدينية ولا السياسية ولا العسكرية ولا الاقتصادية؟ بص يا شباب، في الحتة الدينية احنا عارفين خلاص ان اليهود مش بيحبوا ينشروا دينهم، فدي تبقى غلط. امال ايه اكتر حاجة كان اليهود بيحبوا يتمسكوا بيها؟ الماني، الفلوس. اليهود اهم حاجة عندهم الفلوس. طب ليه يا مستر الاجابة دي الاقتصادية تنفع؟ تعال اقنعك. بص يا صديقي، لما اجي اقول لك ان اليهود كانوا عاملين معاهده مع العرب اللي هم يعيشوا سويا، الاتنين يدافعوا على المدينه، ومره واحده لما احوال الاوس والخزرج تتحسن، وضعهم المالي يتحسن، اليهود يغيروا، اليهود يقولوا ليه في حد في الفلوس احسن منا؟ احنا رقم واحد في الفلوس. فكان كل حرصهم الكبير جدا انهم يحافظوا على مواردهم الاقتصاديه والفلوس. السؤال الرابع يا شباب، كان المسجد النبوي ملتقى المسلمين لتحقيق الوحدة والألفة ومأوى للصحابة من المهاجرين إلى المدينة، ومن ثم كان للمسجد دور. دقيقة بقى واحدة، تعال نقعد مع بعض نتكلم نشوف ايه أدوار المسجد. بص يا شباب، المسجد اللي النبي محمد صلى الله عليه وسلم بناه في يثرب كان ليه أدوار كتيرة. كان ليه ايه؟ أدوار كتيرة. أول دور هو دور ديني، ده مسجد مكان ايه؟ للعبادة. تاني دور يا شباب، ان المسلمين كانوا بيقعدوا في المسجد ده يتعلموا ويتفقهوا امور الدين، يبقى كان للمسجد دور ثقافي تعليمي. يبقى المسجد ده المسلمين كانوا بيتفقهوا. يعني ايه يتفقهوا؟ يتعلموا في امور دينهم. يبقى ده كان دور ايه يا شباب؟
ثقافي، دور ايه؟ تعليمي. بس كده لا، كمان ان المسجد اللي الرسول صلى الله عليه وسلم بناه في المدينة كان ليه دور مهم جدا يا شباب، كان مركز لحكم الدولة. المركز اللي الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيحكم منه الدولة في بدايتها، يبقى ده كان دور سياسي. يبقى المسجد ليه دور لحد دلوقتي ديني من حيث العبادة، دور تعليمي ثقافي فالمسلمين بيتعلموا في امور دينهم، ودور سياسي. بس كده؟ قال لي لا، وكان ليه كمان يا شباب دور اجتماعي. ايه دور الاجتماعي يا مستر للمسجد؟ ان الصحابة كانوا بيتقابلوا فيه، بيقعدوا يقابلوا بعض فيه. مش بس كده، ده لو واحد جاي مهاجر من مكة، طبعا لسه جاي مهاجر ملهوش بيت يقعد فيه، هتقعد فين يا عم الحاج؟ اقعد في المسجد لحد ما الاقي لي مكان اقعد فيه. يبقى المسجد كان ليه ادوار كتيره، ليه دور ديني المسلمين بيعبدوا ربنا فيه، دور سياسي مكان لحكم الدوله، دور تعليمي المسلمين بيتعلموا امور دينهم، دور اجتماعي المسلمين بيتقابلوا فيه، اللي جايين من مكه لسه ما لقوش بيت ولا سكنوا هيقعدوا فيه. لكن خلي بالك، لم يكن للمسجد دور اقتصادي. ما جبناش سيرة الاقتصاد، نرجع تاني شباب. يبقى السؤال بيقول لي كان المسجد ملتقى المسلمين لتحقيق الوحدة والألفة. المسلمين كانوا بيتقابلوا فيه عشان يبقى بينهم وحدة وألفة. ده دور ايه يا شباب؟ ده بيكملني كمان بيقول لي مأوى للصحابة المهاجرين، اللي جاي من مكة لسه ما لقاش بيت بيقعد فيه. ده دور ايه؟ دور اجتماعي. شباب بيقول لي ضرب الأنصار أروع الأمثلة في مساعدة المهاجرين، فقد كفوهم المؤنة وأشركوهم في معيشتهم. الرسول صلى الله عليه وسلم يا شباب لما جاي يعمل مؤاخاة بين المهاجرين والأنصار، الأنصار بينوا لينا حاجات عظيمة خالص شباب. الأنصار ضربوا لنا أمثلة عظيمة، ما خافوش على فلوسهم ولا على بيوتهم. وصلت لدرجة قالوا للرسول اقسم بينا النخل. يبقى الأنصار لما يساعدوا المهاجرين، لما يكفوهم المؤنة، يعني يدوهم يا شباب، شاركوهم في كل حاجة في حياتهم، أكل وشرب وفلوس. ده بيدل على حاجة اتصف بها الأنصار، الأمانة. مستر يعني هم مش شايلين معاهم حاجة فبيحافظوا عليها، مش أمانة، ملاش علاقة بعيدة ولا ليه علاقة بالشجاعة. الإيثار، يعني ايه إيثار يا مستر؟ بكل بساطة شباب، الإيثار يعني انك تحب غيرك اكتر من نفسك، انك تتمنى الخير لغيرك. انا مثلا معايا 5 جنيه ولقيت قدامي واحد فقير قوي، رحت اديته ال5 جنيه اللي معايا مع اني معيش غير ال5 جنيه. ده اسمه ايثار. فضلت الخير لغيري على حساب نفسي، حبيت الخير لغيري اكتر من نفسي. ده اللي عمله الانصار. عملوا ايه؟ عملوا ايثار. يبقى الانصار عملوا ايه؟ عملوا ايثار. وده مش شح. شباب السؤال بيقول لي السؤال رقم 6، تدهورت العلاقة، باظت العلاقة بين اليهود وبين قبيلتي الأوس والخزرج لأسباب إيه؟ شباب قبيلة الأوس والخزرج لما سد مئر بنهار وهاجروا من اليمن وراحوا قعدوا في يثرب، في البداية اليهود ما كانوش رافضينهم، بالعكس دول عملوا معاهدة. المعاهدة دي كتبوا فيها التعايش سويا، ودي حاجة اجتماعية، الدفاع عن المدينة معا، ودي حاجة عسكرية. بس لما أوضاع الأوس والخزرج بدأت تتحسن، بدأوا يتعلموا، هم كده شطار في الزراعة، فبدأت بيبقى معاهم فلوس، بدأت أوضاعهم تبقى جميلة. اليهود هنا طبعا غاروا. اليهود يقول لك ليه ناس جاية علينا يبقى أحسن مننا؟ لا بقى، ده احنا نفرق ونوقع بينهم. يبقى اختلفوا بسبب ايه؟ العلاقة بينهم باظت بسبب ايه؟ أسباب سياسية؟ لا، هي العلاقة باظت عشان يا شباب الأوس والخزرج أوضاعهم بدأت تتحسن واليهود غاروا من كده. يبقى الأسباب اقتصادية. لأسباب إيه يا شباب؟ اقتصادية. يبقى في البداية كانت العلاقات بينهم حلوة، وهي البدايات دايما حلوة، وبعد كده يا شباب حصل بينهم مشاكل لما أوضاع الأوس والخزرج بدأت تتحسن. شباب
رقم 7، اختار الرسول صلى الله عليه وسلم يثرب لتكون موطنا للهجرة. ليه؟ شباب، هو الرسول ليه رايح يهاجر يثرب؟ عشان حاجتين، ينشر الدين، وانه يلاقي منطقة تحميه وتساعده انه يعمل دولته وينشر الدين بتاعه. يبقى شباب الرسول صلى الله عليه وسلم هاجر يثرب ليه؟ ايه اللي جاب الرسول على الهجرة؟ لأسباب دينية وهي نشر الدين. والسبب الثاني سبب عسكري. ايوه، ان هم يحموا الرسول. دي قريش كانت خلاص دخلت بتخطط عشان تموت النبي، واقفين قدام بابه عشان يموتوه، فكان محتاج حد يحميه. رقم 8، فرضت النشأة على كل من الأوس والخزرج في ممارستهم حرفة. شباب، هي الأوس والخزرج دول جم منين؟ جم من اليمن. امتى جم من اليمن؟ لما سد مأرب انهار. طب هم كانوا شغالين في ايه قبل كده؟ عندهم سد، ناس كانت شغالة في الزراعة، يبقى النشأة بتاعتهم خلتهم شغالة في حرفة ايه؟ الزراعة. السؤال رقم 9، كانت الأوضاع في المدينة المنورة عند قدوم الرسول صلى الله عليه وسلم وعقب انهيار سد مأرب يغلب عليها التوتر. شباب، أوضاع المدينة لما الرسول كان رايح، الرسول دلوقتي مهاجر للمدينة، وطبعا الهجرة الرسول الأحاديث كلها كانت بعد انهيار السد. شباب، أوضاع المدينة كان بيغلب عليها التوتر. طبعا حروب طاحنة بين الأوس والخزرج، اليهود عمالين يوقعوا بينهم. تفتكروا يا شباب التوتر ده بسبب ايه؟ مسالمة اليهود. يعني اليهود يا عيني كانوا قاعدين كده في سلام لوحدهم من أول كلمتين غلط. تاني حاجة، عشان تحسن أوضاع الأوس والخزرج في المدينة. مستر أنا شاكك، سيبها دلوقتي. ولا عشان خوف اليهود على مكانتهم واوضاعهم الاقتصاديه؟ مستر برضه انا حاسس ان دي الاجابه. طب اعمل عليها علامه وسيبها دلوقتي. حاجتهم الى من يلم شملهم. هم كان في توتر عشان هم محتاجين واحد يلم شملهم؟ لا، هم لما حصل بينهم توتر نتيجة لده احتاجوا حد يلم شملهم. دي هو بيقول لك ايه سبب التوتر مش نتيجة التوتر. مستر دلوقتي انا قدامي اجابتين وحاسس الاتنين صح، هعمل ايه؟ هقول لك طب تعالى نشوف الاجابتين وتعمق معايا واعلى معايا في فكرك في السؤال ده. شباب، هل العلاقة او هل الاوضاع في يثرب كانت صعبة ومتوترة في الاصل عشان الاوس والخزرج اوضاعهم اتحسنت؟ لا. طب ما هو كان ممكن اي انسان في اي مكان اوضاعه تتحسن. ايه المشكلة؟ المشكلة بجد لو بقى موجود حد حقودي، موجود حد عايز يأذيك، هي دي اللي بتوتر، هي دي اللي بتعمل مشاكل. يبقى الإجابة الأدق تحسن أوضاع الأوس والخزرج ولا خوف اليهود على مكانتهم وأوضاعهم؟ لو اليهود دي ناس عندها دم، ناس مسالمة، كانوا سابوا الأوس والخزرج. لكن هنا يا شباب عشان هم طمعانين، خايفين على طول على مكانتهم، عايزين هم بس اللي معاهم فلوس، فالإجابة هتبقى خوف اليهود على مكانتهم وأوضاعهم. السؤال رقم 10 شباب بيقول لي ترتب على إنشاء الرسول صلى الله عليه وسلم سوق المناخة. الرسول يا شباب عمل سوق في المدينة اسمه سوق المناخة أو سوق المدينة. شباب، اترتب على السوق ده ايه؟ الرسول لما عمل سوق المناخة، هو ليه الرسول عمل السوق ده؟ بصوا يا شباب، كل البناء الاقتصادي اللي النبي عمله في يثرب عشان خاطر حاجة واحدة بس، حل مشاكل المهاجرين. النبي شجعهم زراعيا، من احيا ارض فهي له، نظم الاراضي، عمل سوق، كل ده عشان يحسن من احوال المهاجرين. هتبقى الاجابه عشان يغير، هو النبي جاي يغير الوضع الاقتصادي بتاع المدينه؟ لا. عشان ينمي موارد المدينه؟ لا. ولا عشان يحسن اوضاع المهاجرين اقتصاديا؟ يبقى لما السوق ده اتعمل اتحسنت اوضاع المهاجرين ايه يا شباب؟ اقتصاديا. ولا عشان تنميه موارد المدينه الزراعيه؟ لا. كل الفكرة ان احنا نحسن، النبي كان كل هدفه يحسن من حياة المهاجرين الاقتصادية. شباب السؤال رقم 11 بيقول لي
أن من تبعنا من يهود فإن له النصر والأسوة غير مظلوم ولا متناصر عليهم. الجملة دي كانت مكتوبة في صحيفة المدينة يا شباب. الرسول بيقول اللي هيتبعنا من اليهود. يعني ايه يتبعنا؟ يعني اللي هيعيش في دولتنا من اليهود خلاص ليه عندنا ان احنا نحميه، ليه عندنا ان هو ما يتظلمش ولا ننصر حد عليه طول ما هو ما عملش حاجة. طول ما قبل يعيش في الدولة بتاعتنا نحميه، ما نظلمهوش، ما ننصرش حد عليه ظلم. ده بيدل على مبدأ ايه؟ حرية شخصية، حرية فكرية، ولا ده العدالة؟ لا يا شباب، ده بيدل على العدالة طبعا. خلاص هو قبل يعيش في دولتنا، خلاص طول ما هو قبل ننصره، نحميه، ما نظلمهوش، ما ننصرش حد عليه. السؤال رقم 12. كان لأهل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم نصيب في التطور الاقتصادي في المدينة، تمثل في ايه؟ شباب، أهل بيت الرسول اتذكروا امتى في البناء الاقتصادي؟ ذكرناه مرة واحدة بس، لما الرسول قال من أحيا أرض فهو له. لقينا سيدنا علي بن أبي طالب ابن عم الرسول قدر يحيي ويصلح أرض اسمها ينبع أو عيون ينبع. يبقى شباب أهل بيت الرسول كان ليهم نصيب في التطور الاقتصادي في إحياء الأرض. كان مين؟ كان علي بن أبي طالب. السؤال رقم 13 يا شباب بيقول لي أي من المبادئ الآتية لم تؤكد عليها صحيفة المدينة؟ شباب هو في شوية مبادئ في الإجابة، بيقول لي كلهم موجودين في صحيفة المدينة إلا واحدة، التعايش السلمي. طبعا دي كانت من أهم الحاجات اللي موجودة في صحيفة المدينة. إزاي دي نختارها؟ دي غلط، دي كانت موجودة في صحيفة المدينة. التعايش السلمي اللي هو المواطنة، كل واحد له حقوق، كل واحد عليه واجبات. إقامة مشروعات اقتصادية. هي صحيفة المدينة اتكلمت على الجانب الاقتصادي اصلا؟ لا. هل صحيفة المدينة قالت لي ان احنا هنعمل مشاريع مع اليهود او المسلمين بينهم وبين بعض؟ دي الوحيدة اللي ما اتذكرتش في صحيفة المدينة. حرية العقيدة لا، اتذكرت في صحيفة المدينة. حرية او حقوق الاقليات. مستر يعني حقوق الاقليات؟ يعني مثلا احنا دلوقتي عايشين مثلا في منطقة 100 واحد مصري وعايش معانا 10 من الصين. الصين دول قليلين واحنا كتار، دول اسمهم اقليات. دول يا شباب الاقليات عشان هم قليل مالهمش حقوق؟ لا، ليهم حقوق. يبقى صحيفة المدينة كمان اتكلمت على حقوق الاقليات، ما ظلمتش حد. يبقى الحاجة الوحيدة اللي ما جتش في صحيفة المدينة المشروعات الاقتصادية. شباب رقم 14. أراد النبي صلى الله عليه وسلم بسط هيبة الدولة بعد تأسيسها في المدينة. شباب الرسول بعد ما أسس دولته عايز ينشر هيبة دولته، عايز يقول للناس أنا الدولة بتاعتي دولة قوية. يا ترى يا شباب ده من الأهداف الإيه؟ لما أنا عايز أخلي دولتي دولة قوية وأفرض قوتي والكل يعرف إن أنا قوي، هل ده أهداف اجتماعية؟ لا. اقتصادية؟ لا. دينية؟ لا. أهداف إيه؟ سياسية. السؤال اللي بعد كده يا شباب بيقول لي أصبحت المدينة مركز قيام الدولة الإسلامية بعد هجرة الرسول. تاني يا شباب، المدينة اللي يثرب بعد ما الرسول هاجر ليها بقت مركز قيام الدولة الإسلامية. الحاجة اللي هتبدأ من عندها الدولة الإسلامية وقد اتسمت بالتنوع. ايه؟ المدينة كان فيها تنوع ايه يا شباب؟ فني ولا سياسي ولا ادبي ولا علمي؟ شباب ركز معايا في اللي انا هقوله. المدينة فيها مسلمين بنظام جديد، نظام دولة جديد قايم على الشورى. المدينة فيها يهود بنظامهم خاص بيهم وقوانينهم. المدينة فيها مشركين بعاداتهم وتقاليدهم والنظام بتاعهم. يبقى شباب هل لما المسلمين عملوا الدولة كان النظام السياسي في المدينة واحد ولا كان متنوع؟ كان متنوع، يبقى اتسمت بالتنوع السياسي. رقم 16 يا شباب بيقول لي قبل الهجرة النبوية ليثرب، قبل ما الرسول يهاجر ليثرب والمدينة، المدينة استأجلت هجرة أخرى من أي جهات شبه الجزيرة العربية. بص يا شباب خد عندك المعلومة دي، يثرب شافت 3 هجرات. يثرب شافت ايه؟ 3 هجرات.
اول هجرة بتاعت اليهود لما كانوا بيتعذبوا في الشام ونزلوا ليثرب، دي اول هجرة. الهجرة التانية بتاعت الاوس والخزرج لما هاجروا من تحت بعد ما السد انهار وطلعوا ليثرب. اخر هجرة هجرة الرسول والمسلمين. هو هنا بيسألك على انه واحدة وبيقول لك قبل هجرة الرسول بالترتيب: هجرة اليهود من الشام، هجرة الأوس والخزرج من الجنوب، هجرة الرسول والمسلمين من مكة. قبل هجرة الرسول دي كان عندي هجرة مين؟ الأوس والخزرج. فيها مشكلة؟ اللي هم جم من اتجاه ايه؟ الجنوب. 17 يوم بعاث، معركة يمكن أن توصف بأنها. شباب أخدنا إن اليهود حاولوا يوقعوا كتير بين الأوس والخزرج، وبالفعل حصل حروب طاحنة قوية بين الأوس والخزرج، كان آخرها يوم بعاث. حرب كانت شديدة جدا. فبيقول لي الحرب دي اقدر اوصفها بانها حرب دينيه. بص شباب، حرب دينيه لما اتنين عكس بعض من ديانات عكس بعض او مذهبين عكس بعض يحاربوا بعض. مثلا الحروب الصليبيه بين المسلمين ومسيحيون اوروبا، الحروب دي بنقول عليها حروب دينيا وان كان لها ابعاد تانية، وركز على الجمله دي، وان كان لها ابعاد تانية. يوم بعاث بين الاوس والخزرج دي مش حرب دينيه. هل حرب توسعية؟ يعني الأوس بتحارب الخزرج عشان تاخد مكانها، أو الخزرج بتحارب الأوس عشان تاخد الأرض بتاعتها؟ لا طبعا، هم حاربوا بعض عشان اليهود قعدوا يعملوا بينهم فتنة. هل حرب تحرير ايه ده؟ هي الأوس محتلية المدينة فالخزرج بتحاربها، ولا الخزرج محتلية المدينة والأوس بتحاربها؟ الكلام ده غلط، يبقى دي مش حرب تحريرية. إذا أنا مستر بالاستبعاد ما قداميش غير حرب حضارات. طب يعني ايه حرب حضارات يا شباب؟ بص يا شباب عشان ما نتلخبطش، ابسط مثال او ابسط يعني حاجه نفهمك بقى كلمه حرب حضارات. حرب حضارات يعني الحرب دي مش مجرد حرب بالسيف، حرب ليها ابعاد تانية. حرب ليها ابعاد ايه تانية؟ زي ايه؟ الاوس والخزرج لما اليهود عملوا بينهم فتنه ما كانوش بيحاربوا بعض عشان بس ينتصروا على بعض، لا ده كانوا بيحاربوا بعض كمان على الزعامه، بيحاربوا بعض يا شباب كل واحد عايز بقى يثبت وجوده للتاني. فكانت حرب حضاريه، مش حرب يا شباب مجرد سيفين بيترفعوا ببعض بس، لا حرب كان ليها ابعاد تانية. 18 يا شباب بيقول لي: تلجأ الدول وقت الحروب لفرض ضرائب تسمى المجهود الحربي. بيقول لي في وقت الحرب الدول بتسعى تعمل ضريبه، يعني اي دوله في وقت الحرب بتحاول تعمل ضريبه تلم منها فلوس، زي مثلا ضريبه المجهود الحربي. بيقول لي اي من مبادئ صحيفه المدينه التي اصدرها النبي بيشابه ده. يبقى شباب في حاجه في صحيفه المدينه بتشابه ضريبه المجهود الحربي، الضريبه اللي بنفرضها وقت الحرب بس. هل بينهم النصر على من دهم يثرب؟ شباب بينهم النصر على من دهم يثرب يعني لما حد يجي يهاجر ليثرب احنا نقف قدامهم. هل ده له علاقه بالفلوس انها تدفع وقت الحرب؟ لا. على اليهود نفقاتهم وعلى المسلمين نفقاتهم، هل هنا بنتكلم على فلوس بتدفع وقت الحرب؟ لا. اليهود ينفقون مع المؤمنين ما داموا محاربين؟ لا. تعالى بقى، يعني طول ما المسلمين بيحاربوا اليهود يساعدوهم في المال؟ هي دي اللي زي الموجود الحرب اللي كله بيدفع وقت الحرب. اخر واحده ان بينهم النصح والبر، ملهاش دعوه بالفلوس. لحد دلوقتي شباب الدنيا تمام. شباب السؤال رقم 19: رب اخ لم تلده امك. ايه يا شباب الجمله دي؟ بيقول لك رب اخ لم تلده امك. ممكن يكون لك في الدنيا صاحب جدع من كتر ما هو جدع يبقى اخوك، رغم ان ده امك ما ولدتهوش، بس ده تقول عليه اخوك. مين يا شباب طبق المثل ده؟ اهل مكة ولا اهل المدينة ولا الحبشة ولا الطائف؟ اللي طبق المثل ده اهل يثرب. لما الرسول جاي يعمل بين اهل يثرب وما بين المهاجرين من مكة، يعني اهل يثرب المسلمين وبين المهاجرين من مكة اللي هم المهاجرين والانصار، يعملوا لهم مؤاخاة. ضربوا لنا اروع الامثلة.
في الإيثار، إنهم يحبوا الخير لغيرهم، لدرجة إن واحد يقول للرسول يا رسول الله اقسم بيننا الزرع. واحد يروح لسخول المهاجر، واحد من الأنصار يروح للمهاجر يقول له ليك نص فلوسي ونص بيتي وممكن أطلق لك زوجة من زوجاتي عشان تتجوزها. يبقى شباب ده قد ايه وضح لنا ان الانصار وقفوا مع المهاجرين وقفة عظيمة. السؤال رقم 20: أي من الأدوار التي قام بها مسجد المدينة يشبه بها وزارة التضامن الاجتماعي الآن؟ واحدة واحدة شباب. بيقول لك حاجة عملها المسجد اللي النبي أسسه في المدينة، واحنا كتبنا الأدوار بتشابه حاجة بتعملها دلوقتي وزارة التضامن الاجتماعي. طب هي وزارة التضامن الاجتماعي بتعمل ايه؟ وزارة التضامن الاجتماعي دورها انها تحمي الناس، تلاقي مأوى وتعمل مأوى للناس. شباب النبي عمل الكلام ده، كان مأوى للناس، مأوى للمهاجرين اللي كان بيجوا ولسه مش عارفين هيسكنوا فين فيقعدوا في الجامع او يقعدوا في المسجد. السؤال رقم 21: احد الاصلاحات التي اقامها النبي صلى الله عليه وسلم وافاد منها اليهود. تفتكروا يا شباب ايه المشروعات اللي النبي عاملها وهنقول عليها دلوقتي اليهود استفادوا منها؟ هل مشروعات الري؟ ولا ممكن يزرعوا معانا ماشي، ولا انشاء السوق؟ مستر هيبيعوا ويشتروا ويكسبوا ماشي خليها. ولا المؤاخاة ما كانش لهم علاقة بيها، كانت بين المهاجرين والانصار. اعداد الجيش؟ لا اكيد اليهود مش هيستفادوا من اعداد الجيش. مستر اختار مين في دول؟ بص يا شباب، لو اخترت الاولى مش هتنفع لان هتبقى هنا الفايدة في الزراعة بس، لكن لما اقول لك السوق، اليهود كانوا شغالين في حاجتين، زراعة وصناعة، فاللي بيزرع عايز يبيع الزرع بتاعه فيروح السوق، والتجارة اللي بيتاجر شباب. السؤال رقم 21: أحد الإصلاحات التي أقامها النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة واستفاد منها اليهود. واحدة من دول النبي عملها واليهود استفادوا منها. هل يا ترى إعداد الجيش؟ لا ده بالعكس اليهود عليهم يهربوا من الجيش. ولا المؤاخاة؟ ما كانتش معاهم المؤاخاة بالمهاجرين والأنصار. ولا إنشاء السوق؟ مستر يعني حلوة الإجابة دي، السوق ممكن يبيعوا ويشتروا فيه ويكسبوا ويربحوا. ولا مشروعات الري؟ برضه ما الرسول نظم مشروعات الري، ما هم ممكن يزرعوا. خد بقى عندك المعلومه دي، اليهود كانوا شغالين في حرفتين، الزراعه والتجاره. طب يا مستر مزرعه ومشروعات الري معاك، مشروعات الري زراعه بس مش هينفع نختارها. ليه؟ لان انا قلت اليهود شغالين حرفتين مش حرفه، الزراعه والتجاره. اللي بيزرع ده محتاج مكان يبيع في الزرع بتاعه، واللي بيتاجر محتاج مكان يبيع في التجاره بتاعته. يبقى الحاجه اللي اليهود هيستفادوا منها قوي السوق. رقم 22: كان البناء الاقتصادي للدولة التي أقامها النبي في المدينة ضرورة ملحة لإيه يا شباب؟ تاني شباب، هو النبي صلى الله عليه وسلم ليه عمل بناء اقتصادي؟ ايه اللي خلى النبي يعمل بناء اقتصادي ويقول لهم من أحيا أرض فهي ليه، وينظم الري ويعمل سوق؟ ليه؟ عشان يحل مشاكل موجودة عند المهاجرين. يبقى النبي عمل ده لضرورة ملحة عند قريش؟ لا. عند الأحباش؟ لا. عند الأنصار؟ لا. ولكن عند المهاجرين. السؤال رقم 23: الزبير بن العوام، بلال بن الحارث، علي بن أبي طالب، ذكر هؤلاء الصحابة مجتمعين يرتبط بتوفير أي نوع من أنواع الأمن للدولة الإسلامية في المدينة، نفسي اجتماعي غذائي عسكري. مستر أنا مش فاهم حاجة. لا حبيبي أنت فاهم، تعالى معايا بالراحة. الزبير بن العوام وبلال بن حارثة وعلي بن أبي طالب، احنا ذكرنا الثلاثة دول مع بعض امتى؟ لما النبي قال من أحيا أرض فهي له، فعلي بن أبي طالب أخذ أرض في عيون ينبع، بلال بن الحارث أخذ أرض في حتة اسمها معادن، الزبير بن العوام هو كمان أخذ أرض في المدينة. دول التلاتة عندهم أراضي، التلاتة هيبقى عندهم زراعة. ده هيوفر للمسلمين إيه؟ هيوفر للمسلمين أمن نفسي؟ لا دول هياكلوا ويشربوا. اجتماعي؟ لا هياكلوا ويشربوا. غذائي؟ أيوة بس هياكلوا ويشربوا. ولا عسكري؟ عسكري غلط.
شباب السؤال رقم 24، كانت أول خطبة للرسول بتعتمد على إيه؟ شباب أول خطبة للرسول قعد يكلم الناس اتقوا الله، قعد يذكر ربنا كتير، يخوفهم من يوم القيامة، فدخل محاربة المشركين ولا نشر الإسلام ولا غرس القيم الدينية وهي تقوى الله. شباب رقم 25، الرسول أو قضى الرسول صلى الله عليه وسلم على العصبية. شباب إيه الحاجة اللي هتقضي على العصبية القبلية؟ هو احنا أخدنا يا مستر حاجة في صحيفة المدينة ممكن تقضي على العصبية القبلية بتقول إن المسلمين أمة واحدة كلهم واحد؟ هتبقى الإجابة بناء اقتصادي؟ لا. بناء مسجد؟ لا. ولكن صحيفة المدينة تكون الجيش غلط. شباب أول سؤال في المقال رقم 26 بيقول لي حاول اليهود تفتيت المجتمع في المدينة قبل الهجرة النبوية. اليهود حاولوا يوقعوا ويكسروا ويفتتوا المجتمع عن طريق إنهم يعملوا فتنة بين الأوس والخزرج. بيقول لك في دول العبارة دي إيه مقترحاتك من أجل حماية المجتمع من الفتن؟ انسى بقى المقولة، أنت كإنسان إيه مقترحاتك إن إحنا نعملها فنقلل من الفتن للمجتمع؟ ده سؤال الإجابة فيه مفتوحة. مثلا تقول غرز قيم الحب والتعاون، نقول مثلا التأكد من صحة الأخبار، الحرص على تجنب الشائعات، والمجال هنا كبير وواسع. المجال هنا كبير ايه وواسع. شباب السؤال رقم 26 بيقول لك أيد صحة هذه العبارة. اتسمت أدوار المسجد بالتعدد والتنوع. شباب قلنا في أول الحصة وكتبناها إن المسجد ليه دور ديني. إيه دور ديني؟ إنه مكان للصلاة، مكان للعبادة. قلنا كمان إن المسجد ليه دور سياسي. إيه الدور السياسي؟ إنه مقر للحكم. قلنا كمان المسجد ليه دور اجتماعي. ايه الدور الاجتماعي؟ مأوى للصحابة المهاجرين، الصحابة اللي كانوا بيهاجروا من مكة ولسه ما لهمش بيوت في المدينة كانوا بيخشوا يقعدوا في المسجد، الصحابة كانوا بيتقابلوا في المسجد، دور اجتماعي. وقلنا كمان كان ليه دور تعليمي، فكان بيتعلم فيه الصحابة أمور دينهم. شباب السؤال رقم 28 استنتج الأسباب التي خففت من أزمات المهاجرين النفسية التي عانوا منها بعد الهجرة إلى المدينة. شباب المهاجرين دول ناس سايبين عيالهم وأموالهم وأرضهم وبلادهم اللي اتربوا فيها ورايحين مكان جديد ورايحين مطرودين. مشكلة نفسية كبيرة. النبي حاول يحل المشكلة دي عن طريق حاجة اسمها المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار. شباب النبي كان حريص على طول إن المهاجرين والأنصار يبقوا قريبين من بعض. أهل مكة اللي جايين من مكة يبقوا قريبين من أهل يثرب اللي قاعدين في يثرب. ليه؟ عشان ما يحسوش بغربة، يحسوا طول الوقت إن في ناس قريبة منهم وناس بتحبهم، فالإحساس ده يروح. شباب السؤال رقم 29 بيقول لي فسر العبارة الآتية: لم يحدث صراع ديني بين اليهود ويثرب وسكان يثرب قبل الإسلام. أول حاجة دي عبارة صحيحة. ليه عبارة صحيحة شباب؟ لأن الصراع بين اليهود وبين الأوس والخزرج ما كانش عشان الدين. ليه؟ لأن احنا عارفين إن اليهود مش بيسعوا لنشر دينهم، كان الخلاف كل خلاف اقتصادي. اليهود غاروا لما أوضاع الأوس والخزرج اتحسنت، لكن هل الموضوع له علاقة بالدين؟ لا. فبنقول عبارة صحيحة: لم يسعى اليهود لنشر دينهم، لذلك لم يكن هناك صراع ديني بين اليهود وسكان يثرب. شباب آخر سؤال عندنا: أيد صحة هذه العبارة. أيد إن العبارة دي صحيحة. حرص النبي صلى الله عليه وسلم بعد هجرته إلى يثرب إنه يحقق مبدأ الأمن القومي. شباب الرسول لما أنشأ دولته بنى مسجده، آخى بين المهاجرين والأنصار، عمل بناء اقتصادي، عمل صحيفة المدينة، في الآخر عمل لي حاجة اسمها الجيش. طب ليه النبي عمل الجيش؟
عشان حاجتين، عشان يدافع عن المدينة، هو ده اللي بقول عليه الأمن القومي للمدينة، وعشان آخر حاجة ينشر الإسلام. يبقى شباب العبارة دي عبارة صحيحة، فأقام النبي جيش للدفاع عن يثرب. شباب ده كان الاختبار الثالث، اختبار مهم فيه أسئلة مهمة. شباب أتمنى نكون كتبنا كل تكة اتقالت، أتمنى نكون استفدنا منه. انتظرونا إن شاء الله في الاختبارات الجاية. سلام.